كان طيب تهجبر له والله أنا الحمد لله رب العالمين رب كل شيء وملكه، ثم الصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم مجددا في برنامجكم الأسبوعي فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ والدكتور حسن سلمان. حياكم الله شيخنا. أهلا وسهلا، مرحبا بك وبالمشاهدين. حياكم الله. مشاهدينا الكرام، نستكمل ما بدأناه من سلسلة التوحيد أو من سلسلة حلقات التوحيد، وبإذن الله حديثنا اليوم عن بعض أنواع البدع والشركيات التي وقع فيها كثير من الناس. بداية شيخنا، ذكر في الحديث أنه لا عدوى ولا طيرة. بداية كيف ممكن أن نعرف ما هو العدوى وما هو وما هما المصطلحين وما حكم فعل هذه الأشياء أو فعل هذه الأفعال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى ما أنزل الكتب ولا أرسل الرسل ولا جردت سيوف الجهاد ولا أمر الله تبارك وتعالى بالمعروف ونهى عن المنكر إلا لإقامة هذا الركن الركين وهذا الأصل الأصيل، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، وذلك ألا يعبد إلا الله عز وجل، وألا يتوكل إلا عليه، وألا يوثق إلا به، وألا يعتمد إلا عليه، وأن تكون القلوب تدور في هذا الأمر العظيم وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك منذ أن بعث الله سبحانه وتعالى، منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم، فإن المهمة واضحة والرسالة كذلك واضحة، كما جاء في قوله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما يعترض التوحيد هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا الشرك شركا يعني ذاتي، يعني يتعلق بشكل مباشر الذي يسمى الشرك الأكبر، أو كان شركا له علاقة بالأسباب والذرائع والوسائل والوسائط، وهو الشرك الأصغر. فحمى الله سبحانه وتعالى ويعني جعل هذه الشريعة راعية وحامية لجناب التوحيد، وفي نفس الوقت أيضا محذرة من الشرك بكل صنوفه وأشكاله، سواء كان شركا أكبر أو كان شركا أصغر أو كان شركا خفيا. وبالتالي ما نحن فيه تقريبا اليوم قضايا الطيرة والعدوى ومسائل الفأل ومسائل كذلك الأنواء ومسائل الاستسقاء ومسائل الغول ومسائل الهامة، كلها تقريبا نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه، التي يعني تكون بعضها ترتقي إلى مستوى الشرك الأكبر إذا ما قصدت لذاتها، وبعضها تكون شركا أصغر عندما تكون ذريعة للشرك الأكبر. فمثلا مصطلح العدوى ومصطلح الطيرة ومصطلح كذلك الغول والهامة، كلها جاءت في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوة ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وزاد الإمام مسلم في رواية له: ولا نوء ولا غول. إذن هذه 6 أشياء
نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تكاد تكون متقاربة، تكاد تكون كلها تدور في فلك واحد، وهو أن الإنسان عندما لا يكون قلبه معلق بالله ومسلم بأقدار الله وراضي بأحكام الله فيه، سواء كان سلبا أو إيجابا، يعني يرضى بما كتب الله سبحانه وتعالى. ونحن ندرك بأن الركن السادس من أركان الإيمان هو الإيمان بالقدر، فأقدار الله سبحانه وتعالى تجري علينا خيرها وشرها، ونحن نسلم بذلك ونؤمن أن ما قدره الله كائن، وأن ما لم يقدره لم يكن. واعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وكذلك ولو اجتمعوا جميعا على صعيد واحد على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك أو كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فمسألة الأقدار، أقدار الله سبحانه وتعالى في هذا الإنسان تجري عليه. لكن ما الذي يحدث عندما يضعف الإنسان وتتعلق قلوب هذا الإنسان أو يتعلق قلب هذا الإنسان، بدل أن تعلقه بالغيب وهو الله سبحانه وتعالى، أعظم غيب في هذا الوجود هو الله جل جلاله، ولذلك الله عز وجل يقول يؤمنون بالغيب. فالغيب الله سبحانه وتعالى في هذه الدائرة الكبيرة وهي دائرة الغيب، ونحن مأمورين بأن نعتمد عليه. لكن ابن آدم سبحان الله أحيانا ينحرف عن هذه الجادة ويقل تعلقه بالله سبحانه وتعالى، ثم يتشبث بالماديات، ويتشبث فيما سميته من قبل في بعض الحلقات بالتشخيص. يريد أن يشخص الأشياء. فمثلا ما هو الشيء بمعنى أنه ما هو الشيء. أيوة، مثلا لو جئنا إلى قضية الطيرة هي التشاؤم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة. طيب الطيرة مثلا الآن إنسان يتحرك، أول ما يخرج يقابله شخص يقول هذا الشخص ما قابلته يوم إلا وحصلت لي مشكلة، فينهي مشواره ويرجع إلى البيت. أو يقول لا أنا هذا الموضوع يدفعه. فالطيرة في حقيقتها أنها تأمرك، تحضك أو تمنعك عما تريده أنت بمجرد أنك رأيت أمرا معينا. هذا النوع من التطير كان يستخدمه المشركون عبر التاريخ، حتى كانوا يتطيرون من الأنبياء: إنا تطيرنا بكم، طيرونك. الله عز وجل رد عليه: طائركم معكم أئن ذكرتم. فالتطير أحيانا يكون من الصالحين وأحيانا فعلا يكون من الطالحين. لكن المؤمن عليه ألا يكون متشائما. بل النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي قال لا طيرة قال وأحب الفأل. قيل وما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمة الحسنة. أي الإنسان يعني أحيانا الكلمة الطيبة أو الفأل الحسن أو التصور أن الله سيكرمه، أن الله سينعم عليه، هذه تصورات الطيبة من الفأل. لكن أن يتشائم الإنسان ويكون دوما في حالة لأنه هذا سبحان الله يؤثر حتى الجانب النفسي. فكثير من حركة الإنسان تغل ولا يستطيع أن يتحرك لأنه متطير. لكن الله عز وجل يقول لك اعتمد عليه. كل هذا إن شاء الله يعني الطيرة وأخواتها لها علاج سنأتي إليه. لكن خلينا مع الحديث الآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة. الآن تكلمنا في الطيرة وهي التشاؤم. طيب لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى. والعدوى معروف أنه انتقال الأمراض من زيد إلى عبيد أو من ألف إلى باء. طيب كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا لا عدوى، وفي نصوص أخرى يثبت النبي صلى الله عليه وسلم العدوى، العدوى، وفي نفس الوقت ينفي العدوى. ما بين إثبات ونفي. وهذه طبعا سبحان الله يعني كثير من الأحاديث من هذا النوع من النصوص أحيانا يكون الناس على طرفي نقيض، منهم ما يتشبث بالإثبات ومنهم ما يتشبث بالنفي بحسب أوضاع الإنسان. فالماديون مثلا يتشبثون بالإثبات، والروحانيون إن صح التعبير أو الذين نفاة الأسباب يتشبثون بالجانب الجانب الروحي، يقولون لا عدوى. طيب كيف نفعل في هذا الوضع؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى. طيب وفي نفس الوقت يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول فر من المجذوم فرارك من الأسد. ويثبت في كثير من النصوص كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هنالك إبل ويكون هنالك جمل أجرب فيدخل على الإبل العدوى قائمة.
فيثبت من جانبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا، حتى الموضوع حقيقة طويل جدا، موضوع العدوى تحديدا، وفيه إشكالات كبيرة يقع فيها كثير من الناس، بين من يأخذ بالأسباب لدرجة ينسى مسبب الأسباب، ينسى مسبب الأسباب، ومن الناس من يتجاهل الأسباب. والله عز وجل يريد منك الاعتراف بمسبب الأسباب مع الأخذ بالأسباب. هذه الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا أحد في كونه يتصرف دون مشيئته. يعني لم تقع عدوى من زيد إلى عبيد إلا بأمر الله، إلا بإرادته سبحانه. مثلا أديك مثال حتى تكون الصورة أوضح. ندخل أنا وأنت على مريض، ندخل كلانا على مريض، أحدنا يصاب والثاني لا يصاب. هل العدوى لذاتها الآن، هل فعلا وجودنا مع المريض في ذات اللحظة هل سبب مرض لكلينا أم سبب لأحدنا؟ لواحد. فكأنما النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لنا ليس فقط وجود حالة المرض في الإنسان هي التي تسبب تسبب المرض. لماذا؟ أنت قد يكون الله سبحانه وتعالى جاعل لك مناعة قوية وأنا جاعل لي مناعة ضعيفة، فترتبط منظومة العدوى بجملة من العوامل والأسباب في حقيقتها لها صلة بخالق الأسباب، إرادة كونية، يعني إرادة الله سبحانه وتعالى. فبالتالي نقول نأخذ بالأسباب. لا يدخل مثلا المريض على الصحيح إذا كان المرض من الأمراض المعدية، لأن الناس تعمل تحوطاتها، تعمل إجراءاتها اللازمة، تعمل إجراءات العلاجية، تعمل إجراءات الوقائية. ممكن يحصل الحجر أحيانا، بعض الأقاليم لا تدخل على بعض. كل ذلك ثبت بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبأفعال الصحابة رضوان الله عليهم. إذا هنا نلاحظ أخذ الصحابة بالأسباب، وفي نفس الوقت قلوبهم معلقة بمن؟ بالله سبحانه وتعالى، بأن هذه الأمراض في ذاتها لا تفعل شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له عن الجمل الأجرب، إن والله دخل هذا الجمل على الجمال الصحيحة فأجربها، قال فمن أعدى الأول. لاحظ هذا العمق، يعني في سبب. طيب ما هذا الجمل نفسه ما نقلت إليه من جمل آخر، من أين جاءته؟ جاءته من الله سبحانه وتعالى مقدر الأسباب. فما القضية قضية انتقال من انتقال إلى، لا، أحيانا تكون نقطة البداية على أمر قدره الله، فيقدر الله الأمراض في كن فيكون. أيوة. فالنبي يريد أن يقول لهم ما القضية كلها عدوى عدوى عدوى، لا. طيب ما قبل العدوى إيش كان؟ كيف جاء هذا؟ لاحظت؟ فيريد أن يقول التفتوا إلى مسبب الأسباب، التفتوا إلى خالق الأسباب، التفتوا إلى رب الأرباب جل جلاله. فهذه الخلاصة لموضوع موضوع العدوى. وهذه إشكالات حقيقة كثيرة، زي ما قلت بعض الناس مادي بحت سببي محض، ويرى أنه إذا دخل على أي مريض في نظره خلاص سيمرض. لا، لن تمرض، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. طيب هذه لا عدوى ولا طير. طيب أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا هامة ولا صفر. لا عدوى ولا طير ولا هامة ولا صفر. ولا صفر. صفر الشهر المعروف. كانت العرب أيضا عندها اعتقاد أن شهر صفر فيه مشاكل وفيه عقد، وربما إلى يومنا هذا بعض الناس لا يتزوجون مثلا في في شهر صفر. يقول لك لا، الزواج في شهر صفر مشكل، فيتشاءمون من من هذا الشهر. أنا نفى هذا التشاؤم، ما عنده علاقة. الشهر في ذاته عبارة نفس شهر صفر 30 يوم 29 يوم ما في إشكال. وبالتالي ليش أنتم تتشاءمون من صفر ولا تتشاءمون من قبل صفر وبعد صفر؟ طيب إذا لا صفر، يعني لا علاقة لتشاؤمنا بموضوع بشهر صفر. ولا هامة. الهامة هي البومة. طيب البومة طائر معروف، وإلى يومنا هذا سبحان الله في الأرياف وفي المناطق على كلنا التي ربما تعيش هذا النوع من الجهل بدين الله سبحانه وتعالى، إذا جاءت هذه البومة في بيت من البيوت وأصدرت بعض الأصوات، فإنهم يعتقدون أنه سيموت أحد، إما في الجيران أو في داخل البيت أو في الحي، المهم سيموت في المحيط، سيموت أحد، فيتشاءمون. لاحظ الآن الطيرة وهذه كلها علاقة الآن تشاؤم. صفر لها علاقة بالتشاؤم، الهامة لها علاقة بالتشاؤم، التطير له علاقة بالتشاؤم. هذه كلها الله عز وجل يريد أن نتحرر من هذا النوع من المقيدات، لأنها مرهبة. يعني أنت تعيش حالة قلق وخوف، والله عز وجل يقول لك لا تخاف إلا مني. اجعل قلبك يتعلق بالله سبحانه وتعالى ولا يتعلق بغيره، لا ببومة ولا بغيره. طيب ولا بومة ولا صفر. طيب ولا هامة ولا صفر.
ثم قال عليه الصلاة والسلام في رواية مسلم: ولا نوء ولا غول. النوء هو الأنواء، واللي إن شاء الله ممكن نأتي إليها. مسألة الأنواء اللي هي النوء جمع أنواء، وهي النجوم، وهو تعلق الناس أحيانا بالنجوم وحركة النجوم ومنازل النجوم وإشكالات النجوم ومسببات النجوم والتفسير النجومي للأحداث وهكذا. تفصيل طويل. هذه كلها النبي صلى الله عليه وسلم نفاها بأن هذه حركة الكون لا علاقة لها بما يحصل لنا مما يقدره الله سبحانه وتعالى في عالم الغيب. الغول كذلك كانت أيضا واحدة من الأشياء التي أيضا لها إشكالات كانت في ذلك الوقت، وهو نوع من الجن. الغول كان نوع من الجن يكون في الصحراء غالبا. في الصحراء. نحن زمان بالتجري كنا نقول عيد وانا يركبين، يعني لما نضيع في الصحراء انتبه تحصل لك دوشه كده وتلقى نفسك احيانا لا في ساعه كامله في مكان واحد، فيقول لك عيد وانا يركبين، يعني اصبت ب دواء. اي هي هذا فالشاهد هنا سبحان الله العدوانة هذا او الغول نوع من الجن كانوا يتصورون هكذا، يتصوروا انه الجن له علاقه بالصحراء يصيب الانسان فيضيعه، فبالتالي ماذا يفعل هذا الانسان؟ يتعلق بهذا الغول، وربما تشبث به، وربما استعاذ به، وربما ناداه في هذه الصحراء مستغيثا به، مستعينا به، مستعيذا به. لاحظت؟ والغول اصلا موجود؟ كانوا يتصورون هم كانوا يتصورون مجرد تصور خلاص هم تصوروا ذلك، كما أن الجن كان يتصور بعض الأودية كانوا يعتبرونها للجن، وكانوا يستعيذون بأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن حتى فزادوهم رهقا. طيب. إذن هذه الستة كلها لها علاقة بإيه؟ لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول. طيب. هذه كلها النبي صلى الله عليه وسلم نفاها وقال علينا أن نتعلق بالله سبحانه. طيب هذه منها ما يكون شركا أكبر، لكن معظمها الآن هذه بالذات شرك أصغر، يعني هذا بالإجمال يعني، ويقع سبحان الله من كثير من الناس يقع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار، يعني سئل عليه الصلاة والسلام ماذا نفعل إذا أصبنا بهذا النوع؟ يعني أحيانا أنت يحصل لك هذا التطير وهذا التشاؤم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى علاج هذا الموضوع، وهو أن نقول اللهم لا طير إلا طيرك، لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. فهذه دائما هذه قاعدة في علم العقيدة، أي قضية لها كفارة وأشار إليها النبي بأنها شرك، فهي شرك أصغر ولا شرك أكبر. لأنه الشرك الأكبر الشرك الأكبر توبة، الشرك الأكبر توبة، الشرك الأصغر فيه الكفارات. ثم أيضا الشرك الأصغر يأتي في صيغة نكرة، في صيغة نكرة، يعني مثلا الطيرة شرك، الطيرة شرك، مرتين يقولها النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك. فأن تأتي في صورة نكرة شرك وليست بالشرك، بخلاف مثلا الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. طيب هذه تقريبا الآن الست أشياء. العلاج في مثل هذه الأمور أن الإنسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى، ويثبت أن جالب الحسنات هو الله، صارف السيئات هو الله، النافع هو الله، الضار هو الله، أن ما قدره الله كائن، ما لم يقدره الله سبحانه وتعالى لن يكون، وهكذا. يذهب الإنسان إن شاء الله هذه الأمور كلها والوساوس من خلال التوكل على الله. يعني أعظم ما تذهب هذه الأشياء كلها لو لاحظت هو التوكل. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والتوكل في حقيقته الاعتماد على الله والثقة به والاستناد إليه، وأن يكون حسبك الله، وأن يكون هو الكافل، وأن يكون هو الكافي. هذه كلها، فعندما يثق الإنسان في الله بهذه الصورة جمع أحدهم هذين الأمرين، قاعدة التعلق بالله وقاعدة الأخذ بالأسباب. قال أن يكون القلب لله واليد للعباد. أنت تشتغل وتعد وتجهز، لكن لا تثق ولا تعتمد بما في يدك، ولكن عليك أن تعتمد بإيه؟ بالله سبحانه وتعالى، فتجعل قلبك معلق بالسماء ويدك تبطش إيه؟ في الأرض وتعمل، وهكذا. نعم. بارك الله فيك شيخنا يعني ما شاء الله حديث طويل جدا. ننتقل شيخنا إلى جزئية التنجيم. نعم. أتوقع في نوعين أو ثلاثة أنواع. ما هي أنواع التنجيم شيخنا؟ طيب، أول موضوع النجوم
موضوع النجوم بشكل عام. التنجيم له علاقة بالنجوم، التنجيم له له علاقة بالنجوم. بالنجوم، يعني الاسم نفسه مأخوذ من هذا الموضوع. وإلى يومنا هذا الناس تعيش حالة التنجيم بينما هو مصيب وما هو إيه؟ بصغيره وكبيره. من بعض الناس مصيبين في ما جعله الله سبحانه وتعالى مجالا للنظر في التنجيم، وبين من يريد أن يستخدم هذا التنجيم فيما لا يصح أن يعتمد عليه. فمثلا الله سبحانه وتعالى جعل هذه النجوم زينة للسماء، أليس كذلك؟ الله عز وجل ذكر بأنه جعلناها يعني وزينا السماء الدنيا بمصابيح، زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. هذه الآية اشتملت على مقصدين من المقاصد الأساسية للنجوم، وهو أن الله سبحانه وتعالى جعلها زينة للسماوات، وفي نفس الوقت جعلها رجوما إيه؟ للشياطين. جعلها الله سبحانه وتعالى رجوما للشياطين، الشياطين الذين يحاولون استراق السمع فيما يدور في عالم السماوات، فجعل الله سبحانه وتعالى سماواته محمية بهذا النوع من محصنة بأدوات جعل الله سبحانه مسخرة لهذا الموضوع، بحيث أشبه ما تكون بالراجمات التي تقوم بأدوار إيه؟ أدوار التحطيم والقذف لكل من يريد العدوان على السماوات واستراق السمع وتلقي الأخبار عن عالم السماوات، رجوما للشياطين وزينة إيه؟ للسماء. النوع الثالث مما خلقت له هذه النجوم أنها ساحة للاهتداء وعلامات وبالنجم هم يهتدون. إذا فالنجوم يهتدى بها، ويهتدى بها كما جاء في بعض الآيات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. بعض الناس يكون في الصحاري خاصة في السابق، يعني ما كان الناس لا عندها GPS ولا عندها لوكيشن ولا أشياء ما كانت موجودة، فكان الناس يعرفون اتجاهاتهم من خلال إيه؟ بالليل يعرفون الاتجاهات بالنجوم، وهذه يعرفها من مارس الرعي وعاش في البوادي. كنا ندرك مثلا بالنجوم ماذا بقي من الليل، بحركة النجوم نفسها كنا نعرف أن والله كم بقي للصبح. وربط الله سبحانه وتعالى في دوائر الاهتداء بالنجوم قضية الصلوات مثلا، لها علاقة بمسألة حركة الأفلاك، هذه حركة الشمس والقمر والنجوم، فجعلها الله سبحانه وتعالى يكون بها الحسبان، فنهتدي بها في صلواتنا، ونهتدي بها كذلك في صيامنا، ونهتدي بها كذلك في حجنا، ونهتدي بها كذلك في زكاتنا. هذه كلها ساحات إيه؟ ساحات. ونهتدي بها كذلك في السير في الطرقات البرية، ونهتدي بها كذلك في السير في المسالك البحرية. إذا أنت في قضية النجوم وهذه الأفلاك فيها هذا النوع من الاهتداء الذي جعله الله سبحانه وتعالى ساحة للتأمل وساحة. ثم هنالك ما هو أعظم من ذلك، وهو أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق هذه الأفلاك وهذه النجوم وهذه الحركة الدقيقة جدا في هذا الكون من الذرة إلى المجرة، يعني أنت أمام مشهد عظيم جدا فيه سبحان الله من الدلالات على الله عز وجل ما تبدو معه كل أسماء الله وصفاته. صفات الله في الخلق والإبداع والتدبير والرعاية والعناية والدقة كلها تتجلى في حركة إيه؟ الكون. أسماء الله كلها في هذا الكون، ولذلك يقولون بأن الكون مظهر من مظاهر إيه؟ أسماء الله تبارك وتعالى، مظهر من مظاهر أسماء. فالله عندما تتأمل في اسم الله القادر تتجلى القدرة في هذا الملكوت. عندما تنظر إلى اسم الباري، اسم الخالق، المقتدر، العليم، الخبير، كل ذلك كأسماء أين يتجلى؟ كمظهر في الكون، تجلى في الكون. فإذا سبحان الله هذه النجوم وهذه الأفلاك وهذه أيضا علينا أن نهتدي بها في هذا الاتجاه، نهتدي بها في ظلمات البر والبحر، ونهتدي بها في كثير من أحكامنا الشرعية. ويسألونك عن الأهلة قل هي إيه؟ مواقيت للناس والحج. إذن هي نهتدي بها كذلك في هذه المواقيت، ونهتدي بها كذلك إلى الله. هذا المعنى أيضا يجب أن يكون حاضر. نحن طريق إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل لما قال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، وقال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. فأنت في حركة النجوم تستصحب كل ذلك، كل ذلك الآن في إطار المشروع، كل ذلك في إطار المشروع. طيب، وهذا نوع، اعتبر هذا النوع كله في النوع الذي يكون إيه؟ مشروعا. طيب، ما هو النوع الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا نوء؟ ولا نوء. نعم.
لا طيرته. المعذرة شيخنا، نستكمل الجزئية هذه بعد الفاصل بإذن الله. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل، انتظرونا. وهذا البرنامج يتناول تاريخية اللغة العربية في مر العصور والدهور، ومن حيث نهضتها وانتشارها. كان العديد من جهابذة العربية من أصول غير عربية تنوعت بين الفارسية والرومية وصولا إلى بربر المغرب العربي. ستظل رابطة تؤلف بيننا، فهي الرجاء لناطق بالضاد. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ أعزائنا المشاهدين، يمكنكم الآن متابعة بث قناة سلام الفضائية عبر قمر سهيل سات على الترددات التالية: اسم القناة سلام تي في، القمر سهيل سات 2، التردد 11310 في، معدل الترميز 30000. الحمد لله وكفى، ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى. أهلا وسهلا بكم مجددا في هذه الحلقة من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ والدكتور حسن سلمان. نجدد الترحيب بكم شيخنا، حياكم الله. أهلا وسهلا، مرحبا بكم المشاهدين. بارك الله فيك شيخنا. نستكمل الجزئية توقفنا فيها قبل الفاصل عن موضوع التنجيم، وبالتحديد النوى أو الأنواء. نعم، الأنواء ذكرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا نوء عليه الصلاة والسلام. يعني في الجانب الأول الآن اتضحت الصورة أن الجانب المباح في ما يمكن أن نسميه بالنجوم هو المتعلق بما هو مشروع فيما جعله الله سبحانه وتعالى لذلك. يقول قتادة، وكأن الحديث طبعا معلق، ولكن يعني مثل هذه الأمور لا تقال كما يقول أهل الحديث، لا تقال بالرأي. يقول قتادة يعني النجوم جعلها الله سبحانه وتعالى زينة للسماء كما جاء في النصوص التي ذكرناها، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن التمس فيها غير ذلك فقد أخطأ، أو كما قال. يعني هذه القضايا الثلاث جعلها الله سبحانه وتعالى دلالات، وجعلها أمارات، وجعلها مما هو مباح أن تبحثه في علم النجوم. في قضية أيضا من الأشياء اللي ممكن نعتبرها أيضا مما هو مباح، وكان الصحابة رضوان الله عليهم خاصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره كذلك كانوا ينظرون إليها، اللي هو ما يتعلق مما جعله الله أيضا فرع من فروع، وبالنجم هم يهتدون، بأن الله سبحانه وتعالى جعل حركة النجوم في مواقيت معينة، في ترتيبات معينة، في أزمان معينة تتقلب معها حركة الصيف والشتاء والربيع والخريف.
هذا مما علم الآن بالتجارب، والله سبحانه جعله لنا دلالة. فنحن نعرف مثلا عندما يظهر نجم معين، مثلا عندما تظهر الثريا ثم تختفي تبدأ معها حالة معينة وهكذا. فكثير من الناس المزارعين تحديدا يوقتون مزارعهم وأوضاعهم بهذا. فصرنا نعرف الآن من خلال التجارب دخول فصل الخريف، دخول فصل الشتاء، دخول فصل، وصار الناس يعلمون ذلك من خلال إيه؟ من خلال حركة النجوم. هذا أيضا ليس من الرجم بالغيب، ولكن من خلال ما يسمى بالسنن، أن الله سبحانه وتعالى جعل هنالك سنن تجري عليها هذه الحياة، وتجري عليها خاصة الحركة الكونية جعلها علامات. فصرنا نعرف مثلا متى يدخل الخريف وتبدأ قضية نزول الأمطار إليه سبحانه وتعالى، لكن نتوقع أنه والله بمجرد أن تدخل حركة النجوم في إطار معين تبدأ معنا مثلا فصول معينة وهكذا. فيعمل المزارعون على هذا الوضع. تصور لو أن الله سبحانه ما ربط هذه الأمور بهذا النوع من العلم وهذا النوع من التوقيتات، لكانت المعاناة كبيرة جدا بالنسبة للمزارعين. يعني مثلا فترة يتوقع فيها أنهم يحصدوا فتنزل عليهم مثلا الأمطار الحصد وهكذا. هنالك أنواع من الزراعة تحتاج إلى موسم معين تزرع فيه، يعني في أشياء تزرع في الشتاء لا تصلح في البرتقاليات مثلا تزرع في أوقات وهكذا. فهذا أيضا مما يلتمس في قضايا علم النجوم، إن هذا النوع من العلوم اللي هو علم تجريبي، إنه عرفنا من خلالها التوقيتات التي يكون فيها زراعة. وأنا عموما أقول بأنها تدخل في قوله تبارك وتعالى وبالنجم هم يهتدون، كما أننا نهتدي بها في ظلمات البر والبحر في الطرق وكذا، لكن أيضا نهتدي بها في مسالك العلوم الزراعية وغيرها من العلوم التي لها علاقة عموما بهذا الجانب. طيب، ما هو الممنوع الذي النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا نوء؟ قال ولا نوء. ولا نوء هنا كان المشركون يعتقدون أن مسألة النجوم مؤثرة بذاتها فيما يجري في حركة الإنسان، بذات النجم في ذاته. وهذه طبعا حتى لا يقول بعض الناس بأن والله أنتم تفكرون وتغردون خارج السرب وأن هذه الأمور انتهت، نقول لم تنتهي. ألا يقول الآن كثير من الناس مثلا يقول لك والله الطبيعة، فينسب الأمور كلها إلى إيه؟ إلى الطبيعة، ويعزلها عن خالق إيه؟ خالق الطبيعة. لدرجة أننا مثلا نسمع من يقول بأن والله غضب الطبيعة، رضا الطبيعة، سخط الطبيعة. لاحظت؟ يعني لما تجي الزلازل والبراكين لا يقولون مثلا سخط الله أو غضب الله، أو ينسبون الأمر إلى الله، ينسبونه إلى الطبيعة. لاحظت؟ هذه النسبة عموما إلى الطبيعة باعتبارها نسبة ذاتية وليس هنا نسبة سببية، باعتباره نسبة ذاتية هي المسببة، هي نفسها الفاعلة، هي نفسها يعني السبب. الفاعلة في المؤثرة بذاتها. فهذه ربما هي التي نفاها النبي صلى الله عليه وسلم. فالنجوم لا تحدث شيئا، لكن عند شيء جعله الله علامة قد تقع حالة معينة كما ذكرناها الآن في موضوع الخريف والشتاء والزراعة والأشياء، لكن في ذاتها حركة النجوم ليست مؤثرة بذاتها، إنما هي خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، لا تنفع ولا تضر في ذاتها. طيب، هذا الجانب هو الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم. منهم من كان يذهب إلى الشرك الأكبر عندما تنسب الأمور إليها، هي من تنزل المطر، وهي من تنزل الغيث، وهي من تفعل، وهي من تمرض، وهي من تغضب، وهي من تؤثر على حركة الوجود. إذا اعتبرنا هي في ذاتها فاعلة، هذا شرك أكبر. شرك أكبر، يعتبر شرك أكبر. فهذا فيما يتعلق بالأنواع وما يتعلق بقضية النجوم أو علم التنجيم وما يصح منه وما لا يصح. طبعا مما لا يصح الآن في علم النجوم هو عندما نريد أن ندخل هذا العلم في قضايا الغيبيات التي اختص الله سبحانه وتعالى بها وجعلها من اختصاصه. قل لا يعلم الغيب إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، اللي هي القضايا الغيب الكبرى. فالله عز وجل جعل اختصاص الغيب له سبحانه وتعالى، اختصاص الغيب جعله له. طيب، لما يأتي منجم ومن خلال حركة النجوم يقرأ لنا قراءات كما نراه الآن في شاشاتنا العربية ما شاء الله، والشاشات الأوروبية. طبعا الأوروبيين الآن يعانون من مشكلة كبيرة جدا، لما أنهوا الغيب المتعلق بالوحي، المتعلق بالله، المتعلق بالملكوت الأعظم لله سبحانه وتعالى، بدأوا يبحثون عن هذا الغيب من خلال الماديات.
من خلال الماديات، يريد أن يتعرف على غيب. فصارت عالم التنجيم عندهم كثير جدا. كثير من رؤسائهم وكثير من مفكرين تجدهم يعتمدون على فكرة إيه؟ فكرة التنجيم. كذلك الآن ما نراه في بعض الشاشات العربية من أنه تظهر منجمة أو يظهر منجم ويقول سيكون في هذا العام يموت الملك الفلاني وتحدث المشكلة في البلد الفلاني وسيأتي اضطرابات. كل ذلك والعياذ بالله مما يدخل في التنجيم الحرام. يدخل في التنجيم إيه؟ الحرام الذي يكون والعياذ بالله الإنسان دخل في دائرة الطغيان بادعائه لإيه؟ بادعائه للغيب. قل لا يعلم الغيب إلا الله. يعني لا يعلم الغيب إلا الله. فأنت إذا أردت أن تدخل بعلم النجوم في هذا الباب تكون قد أخطأت خطأ إيه؟ كبيرة. خطأ كبيرا. أخطأت خطأ كبيرا. فهذا نراه الآن للأسف الشديد ومنتشر جدا، وصارت ترتبط به الأحداث، والناس ينتظرون على الشاشات سبحان الله ليقضي الله لهم على كثير من حكامنا العرب في أنه ربما يقول لك 2 3 في هذه السنة سيغيبون وهكذا. فالناس تعتمد على هذا النوع من صار متابعة كثيرة الموضوع هذا. بطبيعة الحال هي القنوات للأسف الشديد لا علاقة لها بقضية الحلال والحرام قدر ما يهمها والله المشاهدة. ماذا تدخل هذه المنجمة أثناء العناية، يكون في دعاية، يكون في إعلان، يكون خلاص هذا هو الهدف بالنسبة لهم. لكن ينسون بأن هذا والعياذ بالله مما يدخل في نشر الشرك ونشر الخرافة ونشر الدجل، في الوقت الذي سبحان الله نفس هذه القنوات تظهر لك في الاتجاه الآخر كبار الشخصيات التي تحاول أن تستهزئ بما هو غيب شرعي. يعني الغيب الشرعي الذي ذكره الله في كتابه وعلى لسان رسوله يحرفونه، يقول لك هذا ما كلام خرافة. طيب هذا الذي يقوله المنجم مما لا يستند على حقيقة علمية تجدهم يتعاملون يؤكدونه. نعم. فهذه كلها من الأشياء المحرمة التي لا يجوز بأي حال من الأحوال التعامل معها. نعم. بارك الله فيك شيخنا بما أنه الحديث عن التنجيم، خلينا نتكلم شيخنا عن مظاهر التنجيم. ما هي مظاهر التنجيم؟ هذه الآن ربما نحن بطريقة أو أخرى تناولنا بعض هذه المظاهر خاصة في واقعنا المعاصر. بعض هؤلاء الناس مثلا يعتمدون على فكرة مثلا يسموه إيش؟ الأبراج. هذا مظهر من المظاهر. يقول لك أنت إيش برجك؟ الجدي، الثور، برج كذا، البرج الثور، والناس ما شاء الله بيكتبون أنا برج كذا، أنا برج كذا. ثم برج الثور خصائصه كذا 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 كذا. صار علم مفند. صار خلاص يعني. طيب أنت هنا دخلت في التنجيم في ساحة ما جعله الله له، في ساحة ما جعلها الله سبحانه وتعالى له. ولذلك هذا مظهر من المظاهر. المظهر الثاني الذي ذكرناه قبل السؤال هذا وهو مظهر ادعاء الغيب وتحليل مشكلات والتنبؤ والتعرف على الغيب من خلال هذا الموضوع، ربط هذه الأمور بهذا الجانب. هذه أيضا من المظاهر للأسف الشديد التي ربما لها إشكالات كبيرة. فعندنا مظاهر التنجيم فيما يتعلق بالأبراج، وعندنا مظاهر التنجيم فيما يتعلق بالأحداث والمقيبات، وعندنا مظاهر التنجيم التي لها علاقة كما ذكرنا بالعلم التجريبي اللي هو فيما يدخل في العلامات والهدايات التي جعلها الله سبحانه وتعالى زينة للسماء، رجوما للشياطين، مما يهتدى به في قضايا الشرائع وفي قضايا الحياة الطبيعية الدنيوية. لكن أن تذهب به إلى أبعد من ذلك هذه من المظاهر على كل التي لا تصح، وقد تدخل الإنسان والعياذ بالله في ما هو شرك بالله سبحانه وتعالى. والله عز وجل ينهانا من ويسد الذرائع كلها التي تؤدي بنا إلى أبواب الشرك أو تقف بنا على عتبات الشر أو تذهب بنا والعياذ بالله إلى التعلق بالمخلوقات وتجردنا عن الخالق جل جلاله. بارك الله فيك شيخنا موضوع الأبراج، شرح بسيط عن الأبراج. ما هي الأبراج؟ إيش الفكرة عن يعني إيش الأبراج؟ أنا عشان يفهم المشاهد ونفهم. أنا والله شوف، أنا طبعا في هذا الباب ربما لست من المتخصصين، يعني ما تعمقت كثيرا، لكن مثلا هم كل شهر من الشهور يعطونه وصفا معينا. يعطوك وصف انه والله شهر يناير وصفه كذا، شهر فبراير وصفه كذا، ثم بناء على هذا الوصف يقول لك هذا الوصف بالذات مجموعة يناير تتصف 1 2 3 4 من الخصائص. يعني مثلا في حالة الغضب، في حالة الرضا، لاحظت، فيبنوا مجموعة خصائص على انك انت من برج ايه؟ برج الشهر هذا. فوزعت الخصائص كلها على هذه الابراج. انت لك خصائص باعتبارك برج الجدي، وانا اللي عندي خصائص باعتباري برج الثور، وهكذا. واحد من المشايخ قال طيب كيف نبطل هذه النظرية؟ هذه الآن كلها نحن عبارة عن 20 شخص
أبراجنا مختلفة، أبراجنا مختلفة. اعتبر في 12 شخص ب 12 شهر في 12 شهر ركبوا في سفينة واحدة وغرقت بهم هذه السفينة. وبحكم الأبراج كل واحد حكم الأبراج كل واحد له برج. الآن نعتمد أي برج، فإن اعتمدنا برج واحد وألقينا بقية الأبراج لا معنى لتعدد الأبراج. صحيح. وإن قلنا بتعدد الأبراج كيف اختلفت الأبراج وتوحد الحدث؟ لاحظت؟ هذه يمكن ببساطة شديدة جدا قضية نظرية الأبراج وخصائصها بهذا الشكل على كل فيه الكثير من المبالغة التي لا ينبغي على كل الناس أن ينشغلوا بها. بارك الله فيك شيخنا. شيخنا تحدثت عن موضوع الأنواء، وكان يفعلونه أيام الجاهلية، كانوا يستسقون بالأنواء، وكان يعني موضوع مهم لهم. كيف كانوا يعني يستسقون بالأنواء؟ نعم. طيب هنا الله سبحانه وتعالى يقول: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. طيب على كل موضوع النجوم في الجاهلية كانت طريقة التعاطي معه مختلفة بأمرين. الأمر الأول اعتبار هذه الأنواء وهذه النجوم في ذاتها فاعلة، فيدعونها ويستسقونها ويسألونها كما يسألون الله، يعني أنزلوها مكان إيه؟ مكان الإله. وهذه ربما أن معظم الذين كانوا يعبدون الكواكب ويعبدون الشمس ويعبدون القمر كانوا أيضا يعبدون إيه؟ يعبدون النجوم. ومما يعبدون أنهم يستسقون بها، يسألونها النجم الفلاني. أيوة. ونوع آخر لم يكونوا يسألونها ولكن ينسبون إليها إيه؟ الفضل عند نزول الحدث، فيقولون مثلا سقينا بنوء كذا، أي سقينا بالنجم الفلاني، معنى ظهوره يعني هو هكذا. لكن الشارع وجههم لأن والله عليكم أن تقولوا سقينا بفضل الله ورحمته. هنا طبعا يحضرني حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس عشاء وكانت السماء ملبدة بالغيوم وكذا، فنزل على كلنا الغيث، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح وقد صلى بهم، ثم قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم يا رسول الله. قال الله عز وجل: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. مؤمن بي وكافر. يعني الناس خلال هذه الليلة التي نزل فيها المطر، نزل فيها الغيث، انقسم الناس إلى قسمين: مؤمن بالله وكافر بالله، أو مؤمن بالكواكب وكافر بالله. طيب قال: مؤمن بي وكافر. قال: من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فقد أصبح مؤمن بالله كافر بالكواكب. كافر بالكواكب هنا ليس كافر بوجودها، هي موجودة طبعا، يعني أنها هي المسببة. أيوة، كافر بها في أن تكون هي الفاعل لما جرى، أنها تنزل الغيث، لا من حيث الواقع. يعني الأنواع هذه في ذاتها لا تنزل غيثا ولا تكون سببا حتى تكون الصورة واضحة، هي ليس السبب ولا هي فاعل، مجرد توقيت فقط. أحسنت. فالتوقيت ليس سببا، صحيح، مش كده؟ ولكنها علامة، أثناء كذا حصل كذا، لكن السبب شيء آخر، مش كده؟ يعني يمكن أن يكون الأسباب لها علاقة بقضية تجمع المياه وطريقتها، وهذه ممكن تكون أسباب. وممكن النجم يخرج وما ينزل مطر مثلا، ممكن. فالشاهد هنا أن الذي يقول مطرنا بفضل الله ورحمته أصبح مؤمن بالله. لماذا؟ لأنه نسب هذا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى من حيث الفاعلية ومن حيث الأسباب. حيث الفاعلية من حيث الأسباب، نفى عن النجوم أن تكون فاعلة وأن تكون مسببة في ذاتها، هكذا الوضع. طيب، ومن قال مطرنا بنوء كذا فقد أصبح كافر بالله، أصبح كافرا بالله مؤمنا بالكواكب. لماذا؟ لأنه نسب الفاعلية إليها. طيب، إيش كان طريقة الصحابة رضوان الله عليهم، عمر بن الخطاب وآخرين؟ كانوا يقولون مطرنا في كذا، في وقت كذا، في وقت كذا، فينسبون الأمر من حيث التوقيت، لا من حيث باء السببية ولا من حيث الفاعلية. لا يقولون بنوع كذا ولا في التوقيت الفلاني، له الفعل والسبب. فالفعل والسبب إلى الله سبحانه وتعالى.
أو في أسباب أخرى على كل، لكن دون النجوم. هنا النجوم لا علاقة لها بهذه الاستسقاءات. ممكن تكون في أسباب أخرى الله عز وجل يجعلها، مثلا يجعل كيف أن والله حركة البحار تتحرك وتأتي الدورة المعروفة، حرارة الشمس مثلا، أسباب جعلها الله سبحانه وتعالى. لكن النجوم ما عندها علاقة في هذا الموضوع بالذات، لا علاقة لها لا في نزول المطر ولا في امتناعه. فالذي يجعل النجوم مسببة مخطئ، علميا حتى مخطئ، وعقديا مخطئ، لأنه نسب الأمر إلى غير الله سبحانه، إلى غير الله تعالى، إلى غير الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة رضوان الله عليهم في أن الأمر كله ينسبونه إلى الله سبحانه وتعالى من حيث الفاعلية، ومن حيث الأسباب إذا كان في أسباب حقيقية وموجودة هذه قضية أخرى، لكن في هذه الحالة تحديدا ليست هنالك حتى الجوانب السببية. بارك الله فيك شيخنا. شيخنا ممكن أن نختم بهذا السؤال شيخنا وبهذا التوضيح، كيف ممكن أن نبين ونوضح هذه الأمور، وأن هذه الأفعال من الأفعال التي ممكن أن تخرجك من الملة وتكون بسببها في النار؟ كيف ممكن أن نبين ونوضح نعم للناس الواقعين فيها؟ هي الآن معظم هذه القضايا يعني أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في الحديث الذي يقول فيه يعني 4 من أمور الجاهلية لا تدعها أمتي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها الاستسقاء بالنجوم. أشار منها الاستسقاء بالنجوم، موضوع مهم. يعني سبحان الله سيظل. وأشار في حديث آخر بأنه في آخر الزمان يقول النبي أخوف ما أخاف على أمتي من ضمن ما ذكره والنجوم. فعلم النجوم في أواخر الزمان ينتشر. لماذا؟ لأن الناس يبتعدون عن الهدي الإلهي الذي فيه كثير من قضايا الغيب، يجهلونها أو يتجاهلونها أو يكفرون بها، فيتجهون في محاولة الكشف عن الغيب، لأن ابن آدم سبحان الله قضية الغيب بالنسبة له أساسية، لا يستطيع أن فيتلمسها بكل الطرق. فلما يبتعد عن الله ويبتعد عن الوحي ويبتعد عن ما أمره الله سبحانه وتعالى به تجاه الأحداث، يلجأ إلى إلى طرق التنجيم، فنحن هنا حتى نتخلص من كل هذه القضايا لا بد من التعلم الصحيح للعلم الشرعي، ولا بد من التعلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، العلم الصحيح بالتوحيد، العلم الصحيح كذلك بالإشراك بالله اللي هو نواقض التوحيد، وكذلك الذرائع التي تؤدي إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل كل الأمور التي حرمها لذاتها حرم كذلك الطرق المؤدية إليها. لاحظ الآن هذه الآن كنا نتكلم فيها كذرائع وكأسباب، قد لا تكون في ذاته، يعني هذا الذي تشاءم ما أشرك بالله شركا ذاتيا، يعني ما جعل لله ندا، لكن هكذا، لكن هذا النوع بعد فترة سيصل به الأمر إلى التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. فسد الله سبحانه وتعالى هذه الذرائع كما سد الذرائع في أبواب الحلال والحرام، سد كذلك الذرائع في الأسباب المؤدية إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى. للأسف الشديد كثير من الناس الآن يفتحون هذه المنافذ التي سدها الله سبحانه وتعالى، وهذه الذرائع التي أمر الله أن تقفل، فبدأوا يفتحونها لدرجة أن الناس بعد ذلك اقتحموا الذرائع إلى أن وقعوا في الإشراك. فمثلا كما نرى الآن كثير من الناس بدأوا يبيحون التوسل بالصالحين والأولياء وكذا وكذا، وأوجدوا هذه المساحة التي كان كثير من السلف يتحرجون منها خشية أن يوقعهم في الأمر الأمر المحظور. ولكن لما تساهلوا في سد الذرائع في هذه القضايا بعد فترة وجدنا أناس صحيح في البداية يأتي إلى قبر الولي لا ليدعوه ولا ليسأله ولا ليستغيث به، بل ليسأل الله عنده، مش كده؟ هذه كانت ذريعة. بعد فترة بدأ يدعو الولي نفسه أن يعطيه الولد وأن يعطيه الكذا وأن يرزقه وأن لاحظت. فانتقلنا من حالة الأسباب إلى حالة المسببات، جعلناه نفس هذا الميت جعلناه مسببا. وبالتالي علم الشريعة وعلم العقائد بشكل عام تسد هذه المنافذ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص جدا في باب العقائد حتى في الأشياء الصغيرة. لما يأتي شخص ويقول ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قل ما شاء الله وحده، لاحظت. فيتحسس النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما يكون هنالك الخطيب مثلا يقول ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى. صحيح. فجعل لما رأى أن الضميرين أدخلهم في بعض أيضا بئس خطيبه هو. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن حتى في إيراد اسمه عليه الصلاة والسلام مع اسم الله لا على سبيل على سبيل أنه يعبد مع الله، لا حاشاه عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا يعبد وهذا يتبع.
الله عز وجل نعبده والرسول إيه؟ نتبعه. الله عز وجل نحبه محبة عبادة، والرسول عليه الصلاة والسلام نحبه محبة اتباع، وهكذا تجد أن الأمور كلها الفواصل فيها إيه؟ فيها واضحة. ولذلك أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة سبحان الله مرحومة بهذا الاعتبار. كثير من الأمم سبحان الله وقعت في الغلو ووقعت في الإطراء ووقعت في الإشراك من خلال وضع رسلها في مقام إيه؟ في مقام الله سبحانه، كما هم النصارى الآن جعلوا عيسى عليه السلام وهو من أولي العزم، والله سبحانه وتعالى يعني ذكره وجعله وجيها في الدنيا والآخرة، ولكن عبدوه من دون الله سبحانه وتعالى وأعطوه خصائص الألوهية. انظر، مع أنه نبي ورسول ونحبه ونجله ونقدره، لكن لا نعبده. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أمة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا تنظر، يعني لا تجد سبحان الله مهما جهل الجاهل في أمة الإسلام لا يقول لك نحن نعبد محمد، سبحان الله أبدا. كلهم لا يقول أحد من المسلمين أني أعبد إيه؟ محمد. يقول لك أعبد الله واتبع من؟ محمد. لا إله إلا الله عبادة، محمد رسول الله، محمد رسول الله اتباعا اهتداء اقتداء سنة. استرشادا وهاديا وهكذا. فعلى كل هذه إن شاء الله من الأمور التي ربما تخرجنا إن شاء الله من خلال التعلم ومن خلال نشر الوعي الصحيح ومن خلال بيان الناس لهذه الأمور وعدم التساهل فيها، لأن كثير من الناس سبحان الله يتعاطى مع الأمور ويقول لك مش مشكلة وما دام ليس شركا أكبر. لا، الشرك يحمى من خلال أيضا إيه؟ الذرائع المؤدية إليه، كما أن الزنا يحمى أو العفة تحمى من خلال الطرق المؤدية إلى الزنا، من النظر، من اللمس، من المخالطة، من المجالسة، من الخلوات، وهكذا. تجد هذه كلها في ذاتها ليست محرمة في ذات، لكن لما تؤدي إليه محرمة، لما تؤدي إليه، والله أعلم. بارك الله فيك شيخنا. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم. انتظرونا في حلقات قادمة، وفي الختام دائما نقول: اللهم كن معنا حين يحضر الكل، وكن معنا حين يذهب الكل، أنت ولينا ولا ولي لنا غيرك. دمتم سالمين.